السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. الحمد لله الفيديو اللي حطيت البارح لقى اقبال كبير، خصوصا تجربه تجربه اللي كانت ناجحه 100%. لقات الاعجاب ديال العديد من متتبعين القناه ديالي. كنتمنى ان شاء الله تتبعوا حتى هذا الفيديو هذا ويعجبكم بزاف. التجربه ديال الاستاذه نوال كانت بارطاجاتها معايا. بون كوراج لكم كاملين، تصنتوا التجربه من الاول حتى الاخر باش هكا تفاداو بزاف ديال الاخطاء. ونبداو بالتجربه الثانيه عندنا. هنا الاستاذه نوال كتبدا لينا من الاول، من الخطوه الاولى اللي بداتها في الشفاوي. طلبوا مني بطاقه التعريف ورقم الامتحان، تحققوا من الاسم، ثم تمت عمليه القرعه. كيف كتشوفوا ان اغلبيه ديال الشفاوي كدوز فيهم عمليه ديال القرعه، يعني القرعه كتهز انت وزهرك، يا رياضيات يا عربيه يا فرنسيه وانت غادي. من بعد تعرف على عنوان الدرس، توالد عند الحيوانات. هنا هي جا فيها علوم الحياة والأرض، والدرس اللي جا هو التوالد عند الحيوانات. ثانية إعدادي، رسلوني نقلب على الكتاب المدرسي وللأسف ما لقيتوش. مهم رجعت طلبت منهم اش المعمول، بدلوا لي الدرس وقالوا لي نمشي للإدارة نقلب تاني على الكتاب. مهم تلقيته والتحقنا بواحد القاعة، ديك القاعة اللي كيوجدوا فيها يعني الدرس، وهداك التوجد اللي كيكون في الدرس هو داك الجداده، يعني التخطيط ديال الدرس اللي غادي تلقيه قدامهم. الوغ نقلب على الكتاب المدرسي، المهم تلقيته التحقنا بواحد القاعه. قالوا لي الله يعاونك من هنا 3 السوايع جي ان شاء الله. مهم هاد 3 السوايع ما بقاش، لو ماكسيموم واقيلا ولاو كيعطيو ساعه ولا نص ساعه دابا حاليا. مهم مشيت قاديت تصميم الدرس والجداده وبديت كنوجد في الدرس. داز 3 السوايع التحقت بهم. مهم قالوا لي تفضلي هادشي اللي خسروا عليا. الوغ هنايا في هاد المرحله هادي داك العنوان ديال الدرس مثلا التوالد عند الحيوانات، نقدر انا نكون ما مراجعاهش مزيان ولا دابا نتخلعش. اصلا هما قال لك سير خذ الكتاب، والكتاب كيكونوا فيه بزاف ديال المعلومات، وكيكون حتى لتحت بعض لي مو اللي كيكونوا شويه يعني صعاب كيكونوا مشروحين باللغه الفرنسيه. نركز عليهم مزيان لحقاش كيسولوا فيهم فاش كيشدوا الكتاب، يعني كيسولوك على بعض الكلمات بالفرنسيه من بينهم داك الكلمات اللي كيكونوا مكتوبين لتحت في الكتاب، يعني انا نركز عليهم مزيان. دونك هنايا عندك داك لا ديوغي اللي كيعطيوك، نحاول انني ما نديباسيهاش. صافي عطاوني 30 دقيقه، داكشي اللي وجدته في 30 دقيقه نمشي. قالوا لي ساعه، داكشي اللي وجدته في ساعه نمشي. ساليت قبل مرحبا، ما ساليتش قبل نحترم لا ديوغي اللي عطاوني. بديت كتبت التاريخ وعنوان الدرس وذكرت بوضعيه الانطلاق. الوغ هنا فاش نساليو نجي مرتبك ما والو، ندخل بكل ثقه في النفس ونقول السلام عليكم. يردوا عليا السلام، نبداو وانا ثقه في راسي. نهز ماركور ديالي ولا طباشير ديالي ونكتب التاريخ اللي انا فيه ديك النهار والعنوان الدرس اللي طاح فيا. مهم دوزت تقديم شويه في الدرس، درت جداول وخطاطات وشرحتهم ليهم في وسط السبوره. مازال ما كملتش، وقفوني قالوا لي بركه. وهنا بدا الاستنطاق. علاش درتي هادي؟ علاش ما درتيش هادي؟ علاش درتي لهادي هكا وما درتيش لهادي هكا؟ عرفي لينا هادي، واش هادشي اللي قدمتي مناسب للاعمار ديال التلاميذ؟ الوغ هنايا نجاوب غير علاش عارفه. ما عارفه شي حاجه نقول لهم، واصلا ما نكتب شي حاجه الا وانا عارفه راسي غادي يسولوني فيها وعارفه انا الاجابه ديالها. ما نكتبش شي حاجه وانا ما عارفاش، يعني ما نعطيش شي حاجه غير من راسي. نبدا غير داكشي اللي لقيته في الكتاب نكتبه، حتى داكشي اللي نهزو من الكتاب غير الحوايج اللي انا نعقل عليهم والطريقه اللي غادي نعقل عليها. اي حاجه درتها خاصني نكون عارفه راسي اش كندير، ماشي غير نجي ونحط. الوغ هنا نضبطوا امورنا شويه ونحاولوا اننا نركزوا مزيان. وهنا بداو اسئله وحدين اخرين، مثلا شنو نوع الاجازه اللي عندك، والمؤسسه اللي قريتي فيها، شنو هما الكفايات اللي تقدري تنميهم عند التلاميذ من خلال هذا الدرس هذا. ترجمي لنا الكلمات التاليه، وهذوما الكلمات اللي قلت لكم ركزوا لي على الكتاب اللي عطاو لكم ولا كانوا فيهم شي كلمات مترجمين ركزوا عليهم مزيان. التاليه للفرنسيه وكتبيهم على السبوره، يعني خصهم يتكتبوا بطريقه جيده يعني ما فيهمش الاخطاء. قريتي الجيولوجيا؟ كان الجواب نعم وسولوني فيها. كاين شي واحد غادي يبغي يلعب ذكي دابا ويقول لك انا نقول ما قريتش الجيولوجيا. لا، الجيولوجيا راه حنا قريناها، يعني كاع الناس اللي قراو خصوصا اللي كنتي علمي راه قريتي الجيولوجيا، واصلا يعني في الاجتماعيات كانت كتقرا الجيولوجيا.
دونك ما نعطيش واحد الاجابه اللي انا ما عارفش راسي واش قريتها ولا ما قريتهاش. نقول باللي انا قريت، وحيت بحكم انني مثلا ادبي ما كانش عندي ميول بزاف زعما المعلومات العلميه. مي دابا ان شاء الله الا توفقنا وكنا اساتذه اكيد غادي نحاول نوسع المعلومات ديالي ان شاء الله ونبحث اكثر واكثر. ومن بين الأسئلة اللي يسألوني على الجيولوجيا هي نوع السلاسل الجبلية بالمغرب، مكانهم، مميزاتهم، وزيد وزيد. واش عمرك قدمتي شي درس؟ وهنايا إلا كنت قدمت شي درس كنقول راني قدمته، ما عمري قدمته ما كنقولش راني قدمت درس، حيت فاش كتقول راني قدمت درس دونك راه ديجا خديتي واحد الخبرة. في لي زيكول بريفي مثلا ولا في التربيه الغير نظاميه الى غير ذلك. مي انا ما كنتش قدمت الدرس بلا ما نقول راني قدمته، لحقاش راه غادي تحصل اكيد، حيت اللي مولف انه يقدم الدرس غادي يعرف كيفاش يجاوب، وغادي يعرف بزاف ديال الاسئله اللي غادي تطرح عليه يجاوب عليها. هنا ما تنساوش ديو الادوات والاوراق البيضاء وحتى الوثائق كالتوجيهات الرسميه ولا الكتب، تقدروا ما تلقاوهمش. وهذه معلومه او لا يعني واحد النصيحه اللي ما جاتنيش انا زعما هكا ضروريه ان دي معاك الوراق ودي معاك الوثائق، وهذا يعني ما تحتاجهمش. حيت مثلا هكا الكتوبه واش انا نعرف الكتاب لا يطيح فيا ولا هذا ما يمكنش. ما خطا مثلا اوراق بيضاء ممكن، ستيلو ممكن، اما كتب ولا شي حاجه اخرى ما انا يعني كاكسبيريونس بلاش. كما قالت السيده انه شخصيا سولوني فاش ما لقاوش الكتاب قالوا لي سير دير الدرس بلا كتاب. ايوا هذه ما غاديش يمكن دير الدرس بلا كتاب، يعني مستحيل ان الاستاذ يدير الدرس بلا كتاب. هذه غير يعني حتى لا قالها لكم حتى لا قالوها لكم نقول لهم يعني الا كان ممكن تبدلوا لنا الدرس ولا هذا، يعني ما تاخذوش الامور بحساسيه، يعني تحاولوا تستعطفوهم عافاكم الا ممكن تبدلوا لنا الدرس يكون فيه الكتاب وهذا. الحقاش الجدد ما يمكنش تصايب غير من عنوان ديال الدرس. الوغ سيروا قبل الوقت بقليل 10 دقائق تقريبا. هذه نصيحه اللي ننصحكم بها حتى انا، راه اللي تعطل كيدخلوا اللي يتابعوا نيشان، وفي هذه تقدروا تلقاو معاهم مشكل الا ما كنتوش في الوقت كيشدوكم من هذه القضيه هذه. وتقدر تسنى امتى توصل نوبتك، اللهم تمشي في الوقت اللي كاتبين لك، حيت الا مشيتي معطل شويه كيخليوك يما حتى انت الاخر يما كياخذوها بعين الاعتبار وكتقصى. على العموم هادو نصائح صراحه اللي ديال الوقت خذوهم بعين الاعتبار يعني بشكل جدي. وهنا كتسالي التجربه ديال الاستاذه نوال، والله يوفقكم ويوفق الجميع. الحمد لله يعني كانت تجربه ناجحه ليها 100%، ودازت الحمد لله في هاد الشفوي. الحظ لعب معاها بزاف بحكم انها كانت مجازه في البيولوجي، والحمد لله كنتمنى لكم التوفيق، وكنتمنى حتى نتوما ان شاء الله كاملين اللي غدوزوا الشفوي وشافوا هذا الفيديو هذا يدوزوا ان شاء الله وينجحوا. ما تنساوش انكم تبارطاجي وتعملوا الفائده يعني مع الجميع. بزاف الناس كيكونوا محتاجين على الاقل طلع لهم غير شويه ديال المعنويات وشويه ديال الثقه في النفس، حيت صعيب ان الواحد يمشي يدوز الشفوي وما عنده حتى شي فكره كيفاش كيدوز الشفوي ولا كيفاش كيتحطوا الاسئله اللي كيكونوا في الشفوي. بون كوراج لكم كاملين.